باقي الفراش اختفى كام يوم بعد الرش، ما تستعجلش وتقول أنا كده خلاص قضيت على حشرة باقي الفراش، لأن عدم ظهور الحشرة ده مش معناه إنك قضيت على كل أطوار الحشرة. باقي الفراش أصلًا مش حشرة بتفضل موجودة قدامك طول الوقت، هي بتقضي أغلب وقتها مستخبية في الشهور وبتخرج غالبًا لما تيجي تاكل. والأهم إن حشرة باقي الفراش تقدر تستحمل أوقات كتيرة جدًا بدون تغذية، يعني لو حصل أي حاجة خلى الحشرة دي تستخبى فترة، أنت ممكن في الفترة دي ما تشوفهاش، لكن ده مش دليل لوحده إن المشكلة فعلًا اتقضى عليها. ودي من أهم الحاجات اللي بتخدع ناس كتير جدًا بعد المكافحة. أول يومين 3 بعد الرش العشوائي مفيش أي قرصات واضحة عندك خالص، ولا في حشرات ظاهرة معاك، فيبدأ الناس ترجع كل حاجة مكانها وتقول خلاص أنا كده قضيت على حشرة. لكن المفروض إنك تسأل نفسك سؤال مهم جدًا، هو أنا شُفت الحشرة بس ولا فعلًا نشاط الحشرة اختفى مع الوقت؟ هل في حشرات حية ظهرت تاني معاك؟ هل في علامات جديدة بتدل إن الحشرة لسه موجودة؟ هل المراقبة فضلت سلبية لفترة كبيرة من الوقت؟ لأن الحشرة اللي مستخبية جوه فتحة أو جوه زاوية مش لازم تطلع كل يوم عشان خاطر تتغذى، وحتى إنك أنت تفضي الأوضة كلها برضه مش حل سريع للقضاء عليه، لأن باقي الفراش يقدر يعيش شهور من غير تغذية. ففكرة إنك تسيب المكان كام يوم وترجع تاني عشان خاطر الحشرة تكون ماتت للأسف فكرة فاشلة، ودي مش طريقة نحكم بيها على الإصابة اللي موجودة عندهم. من أكتر الأخطاء اللي لقيناها بدأت تتكرر مع ناس كتير إن الناس تبدأ تحكم من خلال يومين 3 وتقول إن أنا خلاص كده الدنيا معايا تمام، مفيش أي حاجة ظهرت معايا خلال آخر 3 أيام، ولا اتقرصت ولا شُفت حشرة جديدة، وأول حشرة تظهر معاهم تاني بعد أسبوع يقيموا الرشة اللي هم عملوها بشكل تام إنها فشل. لكن التقييم الحقيقي لإصابة حشرة باقي الفراش ما بيعتمدش على يومين 3، لازم تسمح لنفسك لفترة كافية إنك أنت تتأكد تمامًا إن فعلًا الإصابة دي ما بقتش موجودة. عشان كده ما ينفعش تدوّر على كام يوم ما لقيتش فيهم الحشرة وتحط خطتك على الكام يوم دول، لازم تسيب نفسك لفترة كافية عشان تتأكد تمامًا إن الإصابة اللي عندك انتهت. الفرق كبير جدًا بين إن الحشرة اختفت من قدام عينك وحشرة اختفت فعلًا من المكان خالص. فلو باقي الفراش ما بقاش ظاهر معاك كام يوم بعد الرش فده مش مؤشر خالص على إن الإصابة عندك انتهت تمامًا، لازم تتابع وتتأكد وتفحص تاني عشان تتأكد تمامًا إن الإصابة عندك انتهت. لو عايز تعرف معلومات أكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.